السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. بالأمس فاز المنتخب المصري على منتخب بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2-1 باستاد القاهرة الدولي. مليون مبروك لمنتخب مصر، مليون مبروك للكرة المصرية. الفوز اللي خلى رغم الفوز إلا إن مليون علامة استفهام من جماهير الكرة المصرية على أداء المنتخب المصري امبارح وعلى فكر الكابتن حسام حسن في المباراة اللي فاتت مع بوركينا فاسيو. الشوط الثاني خلى جماهير مصر كلها تحط مليون علامة استفهام على حاجات كتيرة جدا جدا للمنتخب المصري ولأداء المنتخب المصري وللكابتن حسام حسن امبارح في إدارة اللقاء. امبارح شفنا أول 10 دقايق نموذجية من المنتخب المصري، ضغط في كل مكان، استحواذ تام على الكرة، تهديد مستمر لمرمى بوركينا فاسيو. وقدر ان هو يعني كان من الواضح جدا 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 ان بوركينا فاسيو بدأ اللقاء مخضوضة معنويا ونفسيا وخايفة، بالمعنى اللي احنا بنقوله ما بيننا وما بين بعض، يعني خايفة، نازلة اللقاء ونازلة المباراة خايفة ومرعوبة، رقابة بتخبط في بعضيها من اسم المنتخب المصري وقوة المنتخب المصري ومن منظر الجماهير في استاد القاهرة لما اللعيبة نزلت وشافته وشافت قد ايه ان الجماهير المصرية في ظهر منتخبها. وده عمل نوع من الارتباك عند لاعبي بوركينا فاسيو في اول 10 دقائق اللي قدر المنتخب وتريزيجيه يخطفوهم في اول 6 دقائق ويحرزوا هدفين، يحرز هدفين وكان ممكن يبقى الثالث لولا ان مفيش فار للمباراة محطوط. كان قدر المنتخب المصري يحصل على ضربة جزاء وقدر تريزيجيه ان هو يحرز اسرع هاتريك في مباريات المنتخب المصري. عموما مليون مبروك للمنتخب المصري، ولكن الاداء عليه مليون علامة استفهام. سقوط اللياقة البدنية من اول نص ساعة للمنتخب المصري علامة استفهام كبيرة جدا جدا جدا. والسؤال هنا يا ترى ان سقوط المنتخب المصري لياقة بدنية من الاجهاد طوال الموسم مع انديتهم، ولا حمل زايد من تدريبات المنتخب، ولا ايه الموضوع بالظبط، ولا اللعيبه كانت يعني مش عارفه توزع مجهودها في المباراه، ولا ايه الوضع بالظبط؟ ده اللي احنا عايزين منه استفسار من الكابتن حسام حسن على حاله المنتخب وحاله اللاعبين. ديت حاجه. الحاجه التانيه تغييرات الكابتن حسام حسن. انا بشوف ان التغييرات بتاعت الكابتن حسام حسن مش انا بس، ده وكثير من المحللين، ان التغييرات فيها نوع من عدم الاجاده من الكابتن حسام حسن. انا بسأل الكابتن حسام حسن، هي مصر كلها 120 مليون، 120 مليون لو قلنا منهم 90 مليون، 90 مليون بيفهموا في الكورة، وفي ملايين بتمارس كرة القدم ما فيهاش باك شمال يلعب لمنتخب مصر المباراة ديت، طالما ان اللعيب اللي عندك الاساسي مصاب والتاني مصاب وما عندكش غير هما الاتنين، مفيش حد يقدر يلعب المباراة ديت، مفيش لاعب في اي نادي يقدر يأدي في المباراة ديت. لا، في كتير جدا جدا جدا، ولكن انا معرفش، في مليون علامة استفهام على اختيار الكابتن حسام حسن. طيب، بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد اللي انت جبته عشان اصابة الباك الشمال الاساسي بتاعك، ما لعبتوش ليه وبدأت به المباراة؟ طيب بالنسبة لمكان احمد سيد زيزو اللي انت كمرته فيه في الجنب الشمال للمنتخب، زيزو فين طول المباراة وعمل ايه؟ انت نزولك بالنسبة احمد سيد زيزو في الحتة ديت بالذات دي مجاملة لاحمد سيد زيزو وخوف من جماهير نادي الزمالك، عشان ما تقولش ان انت خدت احمد سيد زيزو وما لعبتوش، ولكن مصلحة المنتخب فوق اي حاجة يا كابتن حسام حسن لو سمحت. حاجة تانية عايز اقول لك، احنا لأول مرة نشوف محمد صلاح سواء في ليفربول او مع المنتخب بيلعب كصانع لعب.
في نص الملعب. احنا ما شفناهاش ديت اصلا من محمد صلاح نهائيا، شفناها منك انت وخليته يلعب في نص الملعب كصانع العاب بعد خروج امام عاشور، في حين انك انت كان المفروض يكون في لعيب تاني غير محمد صلاح يتحط في الناحيه ديت. معاك ناصر ماهر، كنت تقدر تنزل ناصر ماهر مثلا في المكان ده ومحمد صلاح يفضل في الجنب زي ما هو في الطرف. خطوره محمد صلاح على الطرف سواء مع ليفربول او مع المنتخب، انت بالحته ديت خسرت لعيب في نص الملعب، بمعنى قيمه كبيره جدا محمد صلاح، ولكن في نص الملعب كصانع لعب انت كان امام عاشور بيلعب الحته ديت، وكان في حاله فقدانك الكوره كان بيكون اول خط دفاع للمنتخب كان بيكون امام عاشور بعد المهاجم. فلا انت خسرت الحته ديت لما محمد صلاح لعب في الجزء ده بالذات. كان المفروض ناصر ماهر كان يأديها ومحمد صلاح يفضل في الطرف على اليمين، ولكن هي وجهة نظر احنا مش عارفين ايه هي بالظبط. احنا عايزين نعرف برضو منك يا كابتن حسام قرايتك للمباراة كانت ايه، وايه اللي انت عملته في المباراة، عشان خاطر انت عارف فرقة مغلوبة 2-0 هتيجي الشوط الثاني هتهاجمك، هتمسك منك الملعب، هتمسك منك نص الملعب اللي فعلا مسكته وتاه المنتخب المصري قدامها، وما قدرتش انك انت تعمل اي حاجة عشان تقدر تمسك حتة نص الملعب تاني وتقدر تحوش الخطورة من على مرمى النادي منتخب مصر. مليون علامة استفهام، ولكن احنا مش هنتخطى الخطوط الحمراء ولا هنتكلم ولا هنفرد في موضوع اخطأت في ايه وعملت ايه، ولا هنحلل في حاجات تانية كتير جدا عشان ما نشتتش المنتخب، لان المنتخب وراه مباراة ان شاء الله في خلال يومين او 3. المباراة اللي جاية مهمة جدا جدا جدا، والاهم من ده كله ان احنا خدنا ال3 بونت عشان نبقى متصدرين المجموعة بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسينا، ونبقى نتكلم في الجزئية التانية ديت قدام. بس مش عايزين نغفل ان الفوز يخلينا يغطي على عيوب كتير جدا جدا في المنتخب المصري واداء المنتخب المصري، لان المنتخب المصري لو صعد هيقابل فرق تقيله جدا في بطوله افريقيا، هيقابل فرق تقيله جدا، فرق في خططيا افضل من بوركينا فاسيو، فرق مستوى اعلى من بوركينا فاسيو. فده هيحرج المنتخب المصري كتير جدا، وهيكشف قد ايه فكر الكابتن حسام حسن. عموما احنا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري ونتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن، ومليون مبروك على الفوز. نتنقل لجزئية بقى الكلام اللي كتر جدا 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 في حتة الخلاف اللي حصل او الحتة اللي عايزين يمسكوها، وخصوصا اي شيء يكون لحاجة لإمام عاشور بالذات عايزين نضخمها ونكبرها في الإعلام المصري الزملكاوي عشان خاطر نهد إمام عاشور ونهد لاعب ماشي بطريقة كويسة جدا سواء مع ناديه أو مع منتخب مصر، في حين إن إمام عاشور ما أخطأش في حاجة. إمام عاشور لما جه النادي الأهلي قبل ما يجي النادي الاهلي اتحايل على اداره نادي الزمالك ان هي يرجع نادي الزمالك تاني، ولكن اداره نادي الزمالك سابته في الهواء وقالت له خلص نفسك وبعدين نبقى نشوفك. عشان كده لجأ للنادي الاهلي ورجع على النادي الاهلي. يعني الراجل ما اخطاش، بلاش ان احنا ندمره ونقول ان في موقف ما بينه وما بين الكابتن حسام حسن. لا، ما فيش اي مواقف ما بينه وما بين الكابتن حسام حسن، ولا حصل اي حاجه. والكابتن حسام حسن وامام عاشور بعد المباراه كانوا مع بعض سمن على عسل، واي حد بيهرف الكلام ده وبيتكلم ويقول لك ان هو زعلان وان هو كذا وكذا كلام عاري تماما من الصحه. امام عاشور اصيب في المباراه امس، واصيب وسام ابو علي لاعبي النادي الاهلي، ولكن امام عاشور الفحوصات الطبيه اكدت ان هو كويس وان الاصابه حاجه خفيفه جدا جدا، وان شاء الله هيسافر مع المنتخب. وحته ان هو يشارك او ما يشاركش هتبقى ديت راجعه ليه الجهاز الطبي والجهاز الفني في منتخب مصر. يا رب يطلع امام عاشور سليم، وحتى لو شارك بس اهم حاجه يكون هو سليم وبس، ومش عايزين اي اصابات عشان خاطر النادي الاهلي. عايز اقول لكم ان النادي الاهلي رجع التدريبات من امبارح، و مستر كولر
من امبارح موجود مع النادي الاهلي في القاهره، وقال للعيبه كلمتين في محاضره امبارح. قال لهم ان اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. ننسى البطولات، ننسى اي حاجة في المرحلة اللي فاتت، ونركز في المرحلة اللي جاية، وخصوصا ان احنا بنلعب وبنتنافس عن البطولة المحببة لجماهير النادي الاهلي، وهي بطولة الدوري العام. وانك انت لو لعبت المباريات كلها هتبقى فارق نقطة واحدة عن المنافس بتاعك، ده في حالة لو انت فزت المباريات كلها. وعشان تفوز المباريات كلها لازم تركيز بنسبة 100%، وهناخد كل مباراة على حدة كأنها مباريات كؤوس عشان نقدر نحقق الهدف المنشود ونوصل لبطولة الدوري الممتاز بإذن الله ونفرح جماهيرنا. ده الكلام اللي قاله مستر كولر امبارح بعد مباراة بوركينا فاسيو والمنتخب المصري. اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في مسألة المهاجم البوركينا فاسيو اللي هو وصل قبل البعثة بتاعة المنتخب بتاعته بيوم عشان خاطر يتكلم في موضوع انتقاله للنادي الاهلي. ولكن مستر كولر تحفظ عليه وقال ان احنا نركنه شوية ونأجل موضوع المفاوضات، لان مش معقول انا هأربط النادي الاهلي بلعيب هو رقم 4 في المهاجمين لمنتخب بلاده، وخصوصا ان منتخب بلاده غير مصنف افريقيا، مش في التصنيف الاول ولا في التصنيف الثاني، ده في التصنيف الثالث بالنسبه للقاره. كون ان هو يكون المهاجم رقم 4 في منتخب هو في التصنيف رقم 3، فده تبقى صعبة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. وخصوصا إن مستر كولر بيقول إن أنا بدور على مهاجم بمواصفات خاصة. هو كان اسمه مرشح من ضمن الأسماء المرشحة، وفي غيره أنا بشوفهم وبركز معاهم شوية، ولكن ده في تحفظ عليه واركنه شوية لقدام لما نشوف المهاجمين التانيين. عموما مستر كولر مش ساكت، مستر كولر بيدور، بيجيب، عايز يجيب مهاجم على مستوى النادي الاهلي، على يشرف النادي الاهلي في كأس العالم اللي جايه ان شاء الله. امير توفيق سافر لسويسرا، والخبر اللي عندي بيقول ان هو بيخلص في مهاجم من سويسرا كان مستر كولر عينه عليه وعايزه بقاله سنتين دلوقتي. واعتقد امير توفيق سافر عشان انهاء المهمه ديت خصيصا، وفي هدوء تام وفي سريه تامه بالنسبه للنادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا لكن ما خلصتش اخبارنا، والى ان التقي بكم لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.